رابع العالم قطر 2022 في المربع الذهبي مرة تانية في أولمبياد باريس بالمنتخب تحت 23 سنة، مرورا بالتتويج بكأس أفريقيا تحت 23 على حساب المنتخب المصري. إذن المستقبل مشرق للكرة المغربية. المستقبل بيقول إن في شغل، في ناس بتفكر، في ناس بتخطط، في ناس قررت إن المنتخبات الوطنية أعلى من الكل، في ناس قررت إن هي تكمل مشوار وتبص للمستقبل. ابتعاد المغرب لفترات طويلة جدا عن الكرة الإفريقية وتصدر المشهد رجع وبقوة إن المغرب على كل الفئات واقفة على رجليها، بداية من أكاديمية محمد السادس، مرورا بعدد كبير جدا من اللعيبة المحترفين حدث ولا حرج، لدرجة إن خلاص إحنا عارفين كويس جدا إن قوام المنتخب المغربي كله محترفين. كمل على نجاحهم في فكرة التجنيس بوجود إبراهيم دياز تحديدا نجم ريال مدريد اللي ما راحش لعب لمنتخب أسبانيا بس لعب لمنتخب المغرب. قدرتهم على إقناع الكل بمشروع أسود الأطلس يقول إن الناس دي ماشية صح. الحكاية في المنتخب الأولمبي بدأت من كام شهر، بدأت في آخر فبراير لما فجأة الجامعة المغربية لكرة القدم قررت إقالة عصام الشرعي المدير الفني اللي قدر يفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب المغرب وتعيين طارق السكتيوي. في ساعتها البيان اللي طلع قالت فيه لجنة الانتقاء في الجامعة المغربية المسؤولة عن المنتخبات. لجنة الانتقاء المسؤولة عن المنتخبات دي الناس اللي بتفكر للمنتخبات، إن تنظيم العمل بين الجهاز الفني للمنتخب الأول عند وليد الركراكي غير متوافق مع تنظيم العمل مع عصام الشرعي، لأن كان بيحصل مشاكل كتير بين الشرعي والركراكي فيما يتعلق بانضمام لاعيبة المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول. وبما إن الناس بتفكر لقدام فهم عارفين كويس جدا ان المنتخب الاولمبي ده اللي مكمل معاهم افريقيا 25 اللي هتلاقيها في المغرب، مكمل معاهم لكاس عالم 2026 اللي هم اقتربوا من الوصول اليه، فبالتالي الاولويه دايما هتكون ان الشغل يكون في مصلحه الكل. العلاقه الجيده جدا او علاقه الصداقه بين الركراكي والسكتيوي لدرجه ان السكتيوي كان مرشح انه يكون مدرب عام في جهاز الركراكي، لكن ساعتها كان عنده مسؤوليه لاحد الانديه، باينت جدا من التفاهم الكبير جدا اللي بينهم بعد تعيين طارق السكتيوي. بالمناسبه طارق السكتيوي لما تولى المسؤوليه وقبل ايام الاولمبياد كان بيتهاجم لان عنده مشكله في المساكين. الراجل عنده اسامه العزوزي، الراجل لعيب نص بولونيا بيلعبه سنتر باك، ما عندوش لعيبه كتير. الناس ما شافتش المنتخب الاولمبي في الوديات فبدات الناس تقلق على المنتخب الاولمبي، ولكن المنتخب الاولمبي المغربي النهارده بيكتسح الولايات المتحده الامريكيه 4-0 وبيوصل لسيمي فاينل اولمبياد باريس 2024. لما تيجي تبص على قائمة منتخب المغرب الأول المستدعاة لمواجهة زامبيا والكونغو من فترة قليلة جدا، هتلاقي فيها 6 لعيبة هم القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي دلوقتي، 6 لعيبة بيلعبوا في الأولمبياد دلوقتي. تعال أقول لحضرتك: أسامة العزوزي نجم بولونيا، بلال الخنوس نجم جنك، أسامة ترغلين، أمير ريتشاردسون، إلياس بن صغير، إلياس أخوماش، دول 6 لعيبة بيتألقوا وبنشوفهم، ودي القائمة المستدعاة. بنشوف اللعيبه دي ازاي بتتالق، دي قائمه الاولمبياد بالتاكيد. 6 لعيبه بيروحوا مع المنتخب الاول من اصل من المنتخب الاولمبي. حط عليهم بقى اسماعيل سيباري لعيب اندهوفن لكن غاب عنهم في الاولمبياد لان الراجل ده فرقته ما رضتش تسيبه. شادي رياض لعيب كريستال بالاس وما راحش معاهم الاولمبياد لان فرقته رفضت تسيبه. فلك ان تتخيل ان الطبيعي ان في 8 لعيبه من المنتخب الاولمبي بيلعبوا اصلا في المنتخب الاول. ده مش احلال وتجديد، ده خلاص هم بقوا واحد. المنتخب الاولمبي بقى هو المنتخب الاول. حط بقى عليهم اشرف حكيمي، حط عليهم بقى حكيم زياش، حط عليهم رومان سايس، حط عليهم بقى أناحي، حط زي ما انت عايز تحط، لكن الفرقتين بقوا ميه واحده، الفرقتين بقوا ماشيين مع بعض، وده في مصلحه مين؟ في مصلحه الكره المغربيه بالتاكيد. الاهم من كده ان وليد الركراكي لما كانوا بيختاروا ال3 لعيبه اللي فوق السن كان ليه دور كبير جدا باعتباره على فكره المشرف على المنتخب الاولمبي. وليد الركراكي هو والسكتيوي اتفقوا على اختيار الثلاثي ده، وكان عندهم محاوله لاختيار ابراهيم دياز نجم ريال مدريد، والاثنين خدوا بعض وسافروا، الاثنين خدوا بعض وسافروا يقابلوا مسؤولي ريال مدريد لمحاوله اقناعهم ان سابوا لنا ابراهيم دياز يلعب معانا في الاولمبياد. لكن الناس في ريال مدريد قالت لهم لا، انتوا عارفين القصه دي مش مدرجه في الاجنده الدوليه، فبالتالي ابراهيم دياز ما راحش. فالنهارده الاثنين سافروا مع بعض، الاثنين مع بعض. عشان كده ما تستغربش بقى ابدا وانت بتتابع ردود الافعال وبتشوف بعينيك وليد الركراكي في المدرجات بتاعه الماتش الاول بين المغرب والارجنتين وهو بيدي تعليمات لواحد من اللعيبه يوصلها. بص
بص شوف الفيديو ده اللي يلخص لك حاله التوافق اللي موجوده في الكره المغربيه دلوقتي. رشيد بن محمود المدرب العام مع وليد الرجراجي، وهو بردود افعالهم والماتش شغال، وكمان بيدوا تعليمات لواحد من اللعيبه عشان ينقل التعليمات دي بعد كده للجهاز الفني او للاعبين. ويمكن في ناس كتير قالت بعد مباراه اوكرانيا تحديدا ان ده ممكن ياثر على افكار طارق السكتيوي، لكن الناس كلها هناك متفقه. ممكن على فكره ناس تختلف على الشكل ده، ممكن ناس ما يعجبهاش الشكل ده، لكن في الاخر الناس كلها ماشيه على اسلوب واحد. عشان كده وانت بتتفرج على منتخب المغرب الاولمبي انت كوبي بيست من المنتخب الاول. منتخب المغرب وهو بيدافع كانك شفت الماتش قبل كده، كانك شفت الماتش قبل كده. تعالوا هوريكم حالات فنيه مهمه جدا جدا سريعا تشوف ان منتخب المغرب وهو بيدافع هو منتخب المغرب ده في الاولمبياد 4-4-2 في 20-25 ياردة. الناس ما بتهزرش، تقفيل تروح للي وراها، ده قدام الارجنتين في الاولمبياد. عشان تبص على المنظر بعد كده هيختلف ازاي. هنا نفس المنظر قدام اوكرانيا طبيعي، تعال نروح للي وراها. كل ده المنتخب الاولمبي، بس ده المنتخب الاول. في قطر 2022 ضد منتخب اسبانيا 4-4-2 هو مساحه صغيره، احنا عارفين بندافع منين بنرحل ازاي، لان اللي بيعمله الرجراجي بيعمله السكتيوي، لان الفرقه فيها 8 9 لعيبه بيلعبوا هنا وهنا. تعال نبص على اللي وراهم كمان في ال 4-1-4-1 ده المنتخب الاولمبي. وطبعا كلنا فاكرين قطر 2022 4-1-4-1 بوجود سفيان مرابط في النص. كوبي بيست، كانك شفت الماتش قبل كده. فرقه المغرب بتلعب كوره احنا عارفينها وحافظينها خلاص. انت عارف اللي السكتيوي بيعمله هو جزء من اللي بيعمله وليد الرجراجي، وده في اطار التكامل ما بين الاثنين، وده في اطار الخطه اللي موجوده للمنتخب المغربي. اخوان الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس، وتعليقاتكم تهمونا. سلام.